طلاب سينيور 2 في كل الجمهوريه، الشعب العلميه والشعب الادبيه، اهلا بكم في حل الامتحان بالكالكوليتر. حضرتك الفيديو ده الفيديو المنتظر، فيديو حل الامتحان كامل باذن الله بالاله الحاسبه، فيديو يحل لك امتحان علمي وامتحان ادبي ان شاء الله بالاله الحاسبه. مستر، اشوف الفيديو ده امتى؟ افكني من اي مراجعات واركز في الفيديو بتاع الاله الحاسبه؟ حرام. حضرتك تذاكر وتعمل اللي عليك وتعمل مجهود كويس قوي في الفيديوهات اللي منزلها لك، فيديوهات اللي كل اساتذتك منزلها لك، وتذاكر كل المذاكره العاديه وتحل الاسئله اللي قلنا عليها وتحل الامتحانات اللي قلنا عليها، وبعد كده تشوف فيديو الاله الحاسبه. انا اهو قلت لك حضرتك تعرف تحل الامتحان بالاله الحاسبه، بس ذاكر الاول واعمل اللي عليك عشان خاطري، عشان السنه الجايه يا عم لو داخل علمي رياضه يعني ما تدعيش عليا وتقول ايه ان انت مستر علمتني الاله الحاسبه بس ما علمتنيش. والله يا حبيب قلبي اليوتيوب عندك منزل لك تقريبا المنهج شبه كامل وتفاصيل المراجعه بتاعتك وكل حاجه في المراجعه تقريبا نازله لك على اليوتيوب، بحل الاسئله بحل الامتحانات بليالي الامتحان كله نازل لك. فيا ريت كده تعمل مجهود شويه وتذاكر ثم ترجع لي في الاله الحاسبه، عشان انت الاله الحاسبه وفيديو نص ساعه تعرف يعني تلطف وتشيك المنهج بيه، انما ما تبداش بفيديو الاله الحاسبه وتسيب منهج، ده ما ينفعش. يعني بالله عليك ذاكر ثم تعالى لي فيديو الاله الحاسبه. مستر هنعمل النهارده هحل لك امتحان كامل باذن الله بالاله الحاسبه، عايزك بس تجيب الاله الحاسبه بتاعتك سواء كانت اللي هي لونها اسود او سواء دي ان شاء الله هنحل مع بعض. فتبدا كده في الاول هحفظك كام حاجه، مش هحفظهم لك يعني، هو هقول لك هنعمل بيهم ايه وهقول لك ايه بالظبط اللي يتحل وايه ان شاء الله اللي تعمله وكل الكلام ده. فتعالى كده نبدا ونقول بسم الله. يلا بينا نسمي الله واقول لك كده كلمتين في الاول. حضرتك علشان اشتغل على الجزئيه النهارده هنعمل ايه؟ هنشتغل مع بعض على حاجه اسمها سيكونس، سيريس اللي هو المجموع، والسيكونس متقسم لحاجه اسمها اريثماتيك وجيومتريك. ماشي، ده كده الجزئيه الاولانيه، فعايزك تركز بقى معايا في كل تفصيله وكل زرار بيعمل ايه. زرار يا جدعان السيكونس اللي هو هشتغل بيه، فهو متقسم اريثماتيك وجيومتريك. اي تفصيله في السيكونس يا اما اريثماتيك يا اما جيومتريك، النوعين. الاريثماتيك عشان احله بحفظ ده، بعمل مود ستات 2. طب والجيومتريك مود ستات 6. ماشي، ده اللي انا عايزك تعمله. فتعالى كده نبدا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه مديها لسيادتك وهي سيريس، مجموع السيريس. زرار السيريس هو فين يا جدعان؟ تعالى كده ركز معايا. بتدوس على شيفت لوج، يبقى ايه؟ شيفت لوج. يبقى شيفت لوج، يبقى حضرتك الزرار ده ايه ده يا مستر؟ ده شيفت لوج يا حبيب قلبي. طب تمام. اللي جوه ده بقى ده ايه ده؟ ده 3 ار. الار عندي اللي هي الاكس، الار هي الاكس، يبقى 3 اكس. الاكس بتتكتب ازاي؟ الفا كوس يمين، يبقى الاكس دي اللي هي الار، الاكس دي اللي هي الار، الفا القوس ده. اوكي جميل. همشي يمين، مشيت يمين، راح نازل لي تحت، نزل تحت اكس ايكوال يعني ار ايكوال، ار ايكوال كام؟ 7. دوست يمين فطلع لي فوق، طلع لي فوق فقال لك هنا بكام؟ في 23. رحت دايس ايكوال طلع لي ب 765. يا سلام، 765. اللي بعده قال لحضرتك المنظر المخيف ده يا عم، ولا مخيف ولا حاجه مستر، ده عايز الان مستر، انت مش متفق معايا على كده؟ واحده. هو بيقول لك ده كده هنا في ان يساوي 45، فانت تعمل ايه؟ جرب الانات اللي في اختيارات. يعني ايه يا مستر؟ يعني واحده واحده يا باشا. تدوس شيفت لوج، هنا هكتب ايه؟ 2، الار اللي هي اكس بلس 3، تحت بكتب 1، فوق هكتب ايه؟ هجرب الانات، هجرب مثلا ال5 دي مثلا، فمثلا طلعت لي يا عم نجرب ال3، نجرب ال3 مثلا الاول، هجرب ال3 طلعت لي بكام؟ 21. جربت ال3 طلع لي 21، هل الاجابه دي؟ لا. طب هجرب ال5، هروح جاي كده اهو، جربت ال5 يساوي 45، يبقى الاجابه عندي ايه؟ عندي 5. ايه ده؟ الدنيا بسيطه وسهله اهي، الدنيا جميل. طب عايز احلها في فيديو بقى الشرح بقى. هنا يا ريس قال لك ان ده الار يساوي 136. طيب 4 ار بكام يا شباب؟ انا عارف يا حبيب قلبي ان ال4 دي بتطلع بره من الاخر، ف4 تطلع بره يعني 4 تايمز 136، يبقى 1 4 تايمز 136 بكام؟ باللي هي بي. اوكي اللي بعده هنا يا مستر جنرال تيرم. دخلنا على ايه بقى يا معلم؟ انا عايز الجنرال تيرم. الجنرال تيرم واحده حضرتك هتعمل حاجه حلوه قوي. جرب الان بواحد والان باتنين والان بتلاته. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هتيجي هنا اهو كده قال لك 2 ان ماينس 1، 2 ان ماينس 1، فاقول لك حاجه حلوه قوي. دي تتحل بكذا طريقه، خلي بالك. في طريقه ممكن اقول لك ايه، هكتب المعادله وادوس كالك 1 كالك 2 كالك 3، ممكن اعملها لك كده، بس انا بحب على هادي. هتقول ايه؟ هتقول ان بواحد 2 تايمز الان بواحد ماينس 1 طلع لي بكام؟ بواحد، فانا مكمل
بعد كده اعمل 2 تايمز 2 ماينس 1 طلع لي بكام؟ ب 3. لا يا معلم، يبقى دي كده ايه؟ دي كده غلط. هروح مجرب اللي جنبها 2 باور 1 ب 2. لا دي كده باي باي خالص، دي من اول واحده غلط. هروح مجرب دي اللي هي 2 باور ان 1 ماينس 1 طلع لي ب 1، فرحت مكمل. يبقى انا كده اول واحده تمام. هكمل، هروح احط الان ب 2، فشلت الان اللي هو في الباور حطيته ب 2 بقت 3. لا برضو غلط. الله، امال ايه يا مستر؟ هتروح يا معلم تيجي عند الدي اللي هو ان 2، فتحنا براكت 2 باور ان ب 2 ماينس 1 طلع لي ب 6. ايه ده؟ امال ايه؟ امال مين فيهم اللي صح؟ تعالى كده نشوف دي تاني. هنا في ماينس 1 خلي بالك، هنا في ماينس 1 فوق خلي بالك، هنا ماينس 1 فوق. تعالى لي تاني هنا في بي، تعالى لي هنا في بي 2 باور 1 ماينس 1 يعني 2 باور 0. الله حلو ده، 2 باور 0 اللي هي ب 1، فانا مكمل. هروح رايح قايل ان ال 2 باور الان بكام؟ الان ب 2 خلي بالك، الان هي ب 2، يبقى 2 ماينس 1 دوسنا ايكوال ب 2 اللي هي دي. الله، يبقى هكمل بقى كمان. هروح ايه اخر واحده لو طلعت صح يبقى هي دي. هروح شايل ان احط 3 دوسنا ايكوال اوبا طلع لي 4. يبقى ايه يا معلم؟ يبقى الجنرال تيرم بتاع 1 2 4 هو الاجابه بي اللي هي 2 باور ان ماينس 1. خلي بالك ده كان ايه؟ ده كان في السؤال. طيب دخلنا على السيكونس. قال لك ان ده سيكونس. سيكونس ايه بقى؟ قال لك ارثماتيك. طيب الارثماتيك ده بيتكتب ازاي؟ بص بقى كده يا ريس، ممكن تحلها بالارثماتيك، ممكن تحلها بكده. طب قال لحضرتك حاجه سهله قوي. ايه بقى؟ تي ان بالجنرال تيرم. بالايه؟ بالجنرال تيرم. عايز التي 4 يعني هشيل الان واحط 4، عايز التي 6 يعني هشيل الان واحط 6. يبقى تي 4 يا شباب عباره عن 10 ماينس 2 تايمز 4. طب تي 6 يا رجاله عباره عن 10 ماينس 2 تايمز 6. يبقى يلا بينا 10 ماينس 2 تايمز 4 يطلع لي ب 2، وتي 6 10 ماينس 2 تايمز 6 يطلع لي بنيجاتيف 2. طيب تي 4 ب 2 بلس تي 6 بنيجاتيف 2، 2 بلس نيجاتيف 2 0 0. حضرتك كده احنا خلصنا الجزئيه الاولانيه اللي هي بتاعت ايه؟ بعوض واجرب والسيريس والحاجات السميشن والحاجات الحلوه. اللي بعده بقى دخلنا على الاريثماتيك سيكونس. بص يا معلم تعالى لي بقى هنا اهو كده ونكتب الكلمتين دول. في الاريثماتيك سيكونس مود ستات 2. طب والجيومتريك مود ستات 6. يبقى مود ستات كده كده يا 2 يا 6. الاريثماتيك 2، الجيومتريك 6. ماشي ماشي. وبعدها يا ريس بعدها هقول لك بعدها تعمل ايه. تعالى لي كده ونشوف بعدها هنعمل ايه. اول حاجه حضرتك دي اريثماتيك صح؟ اه اكتبها ورايا. اريثماتيك يبقى مود ستات 2. مود ستات اهي مكتوبه ستات اللي هي رقم 3 يعني 2 اللي هي a بلس بي اكس. ماشي. طيب هنا بقى تعمل ايه يا ريس؟ بص، هو ده الترم الكام يا جدعان؟ ده الترم الاولاني، وده الترم الكام؟ الترم الثاني، وده الترم الكام؟ الترم الثالث. مش ده اول ثاني ثالث؟ اه اكتبه في الاكس بقى اللي هو 1 2 3. تمشي يمين وتطلع فوق. هو الترم الاولاني بكام؟ 95 نزلنا تحت، بعد كده 92، بعد كده 89. شكرا شكرا دوس اي سي. يبقى انا عملت مود ستات 2 كتبنا 1 2 3 كتبنا 95 92 89 عملنا اي سي. قشطه قشطه. بعد كده بقى قال لحضرتك حاجه اسمها شيفت 15 ثابته بعد اي سي. شيفت 15 شيفت ايه؟ شيفت 15. رحت دايس تعالى كده في السؤال شيفت 15. قال لك الكلام ده كله. بص يا ريس بقى، بص يا ريس اكتب ده معايا. انا عايز تي 10. تي 10 هو تي 10 ده انا عايز منه ايه؟ عايز منه الفاليو. بص بقى لو عايز قيمه اللي هو فاليو يعني بختار الواي اللي هي 5. طب لو عايز ان ترتيب يعني بختار الاكس اللي هي 4. مش انت وانت بتكتب في الجدول الاكسات كانت اللي هي 1 2 3 صح ولا ايه؟ والوايات كانت الفاليو. اه صح. طب اعمل ايه بقى؟ انا عايز تي 10 فاختار 5. بس معلش اكتب لي ال 10 قبلها معلش يعني دوس ايكوال كده طلع لي 68. يا ابن اللعيبه يا مستر، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لا معلش واحده ثانيه واحده ثانيه حالا حالا. يلا هنا in arithmetic sequence which term 150. 150 دي هي يا جدعان دي فاليو، دي قيمه. طب انا عايز ايه؟ عايز ترتيب.
اهو عايز ان يا ريس، اهو عايز ان. ابدا من الاول يا ريس، ابدا من الاول، ابدا من الاول. بص انا عملت كل حاجه، ورستر الاله. بالله عليك ترستر الاله قبل ما تخش الامتحان. مستر برستر الاله ازاي؟ تعالى يا معلم. شيفت 9 3 يساوي اي سي. كده رسترنا الاله علشان لو في حاجه غلط ولا اي حاجه تبقى هي ايه، جاهزه مترستره. مهمه دي. طيب مود ستات 2 عشان دي اريثماتيك. اريثماتيك يا ريس، اريثماتيك. تمام. بعمل تي 1 2 3. الاكس هي التيهات اللي هو الانات. بعد كده هنا 3 6 9. دوسنا اي سي يا معلم. شكرا اي سي. شيفت 1 5. انا طالب منك ايه؟ عايز ترتيب، عايز الان، يبقى بختار الاكس. الاكس هي كام؟ هي 4. وقبلها انا عايز ام 150 دي. تيك طلع لي تي 50 تي 50. الحلاوه دي. طب واحده كمان. قال لي سيادتك يلا بينا. قال لك اوردر اوف ذا فيرست بوزيتيف. فيرست بوزيتيف مين فيهم فيرست بوزيتيف؟ هي دي اريثماتيك. مستر انا هكتب الاريثماتيك وماليش دعوه بحاجه. مود ستات 2. يلا بينا. الاولاني، الثاني، الثالث. حضرتك عايز تكتب الاول وجنبه الرقم بتاعه وتكتب الثاني وجنبه الرقم بتاعه، انت حر. نيجاتيف 48. بعد كده نيجاتيف 45. كده نيجاتيف 42. تك اي سي شيفت 1 5. ستوب. انا طالب منك ايه؟ طالب منك النت، صح؟ تي النت. فهروح عند تي 18 ده اشوفه بكام. مش انا عايز تي 18 ده طالب منك النت ولا طالب منك فاليو؟ بستار انت لا، انت هتعوض لي بال 18. يعني هتعوض لي بالان، يعني انا محتاج قيمه، محتاج رقم. فانت هتقول لي لا واي يا معلم بقى. طالما انا محتاج قيمه، محتاج فاليو، بشتغل على الواي. يبقى هنا الواي ب 18. دوسنا ايكو طلع لي ب 3. طب تي 16 طلع لي بكام؟ هروح ارجع كده واقول 16 طلع لي بنيجاتيف 3. طيب تي 17 طلع لي بكام؟ طلع لي بزيرو. طب تي 19 طلع لي بكام؟ ب6. هو مين اول بوزيتيف فيهم يا جدعان؟ يعني مين اول بوزيتيف فيهم؟ يعني مين اصغر بوزيتيف فيهم؟ اصغر بوزيتيف ده اللي هو ب3 ده. هو ده صفر، ده مش بوزيتيف. وده نيجاتيف 3 نيجاتيف. قال لك انا عايز فيرست بوزيتيف اللي هو انهي واحد فيهم؟ تي 18. يعني انت تقصد يا مستر ان انا بقعد اعوض واشوف مين فيهم التي بتاعتي؟ ايوه. طب مستر واحده كمان ضروري. فيرست نيجاتيف. فيرست نيجاتيف. يلا بينا على الفيرست نيجاتيف. مستر فكرني. مود ستات 2 1 2 3. طلعنا فوق بقت 80 98 89 80. اي سي شيفت 1 5. عايز الاكس ولا الواي؟ لا يا مستر، انت دلوقتي هتعوض برقم بان. انت هتعوض بتي 14. يبقى انا عايز فاليو، عايز قيمه يعني واي اللي هي 5. هروح مجرب بتي 14. تك طلع لي يا لهوي نيجاتيف 19. لا كتير قوي ده. رحت مجرب ال 13. 13 طلع لي نيجاتيف 10. طب جربت ال 12 نيجاتيف 1. جربت ال 11 طلع لي 8. مستر مين فيهم فيرست نيجاتيف؟ فيرست نيجاتيف يعني اول واحد في الارقام النيجاتيف اللي هو اصغر واحد، يعني اللي هو ايه؟ نيجاتيف 1. ده فيرست نيجاتيف، اول نيجاتيف. مش انت لو عندك النمبر لاين هنا في زيرو، فيرست بوزيتيف اللي هو 1، فيرست نيجاتيف اللي هو نيجاتيف 1 اللي هو ايه؟ وانت ماشي كده تبقى اللي هو ايه؟ ال 12 اللي هو ده. اللي بعده نمبر اوف تيرمز. عدد الترمات. عدد الترمات يعني انا عايز ايه؟ عايز ان يا مستر. عايز ان يعني اكس. واحده. عدد الترمات سهل وبسيط، بيجي من اخر ترم، من لاست ترم، من اخر ترم. يبقى تعالى لي بقى تاني. شيفت ايه؟ مود ستات 2. مود ستات 2. يلا يبقى 1 يساوي 2 يساوي 3 يساوي. طلعنا 7 11 ثم 15. مستر اي سي هو انا ده هكتبه فين ده؟ يعني ده هكتبه امتى؟ ما انا مش عارف اكتبه امتى. اصبر، مش اخر ترم ده اللي هيدي لك الان؟ يعني ده يا مستر هقول ان هو تي كام؟ ايوه صح. يعني تدوس دلوقتي شيفت 1 5
هو انا عايز الفاليو ولا الرقم؟ لا ده انا عايز الرقم. يبقى اكسايه وترجع لي تدوس 2 7 1 دوس ايكوال 67. يا سلام يا سلام يا سلام على الشقاوه. ده انا هحل الامتحان في ثانيه الا ثانيه. والله ان شاء الله باذن الله. يلا بص بقى، ده مستر ده ما عنديش سيكونس كامل. ما عنديش سيكونس كامل باشا، ولا يهمك باشا. مش ده ارثماتيك؟ يبقى مود ستات 2. قال لك التي 3 ب 12، يعني 3 جنبها يساوي 12. طب والتي 7 ب 24، خلصت. ايه ده، هو ممكن اشتغل باثنين؟ عادي عادي عادي. ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ امال انت ليه يا مستر بتعوض بثلاثه؟ لا انا بعوض باللي عندي، بتصرف باللي عندي. تمام، عوضنا بالاثنين. تي 3 يعني الاكس كانت ب 3 بقت الفاليو ب 12، 7 بقت الفاليو ب 24. جميل قوي. هو عايز التي 10 يعني عايز فاليو. عايز فاليو يبقى ايه؟ شيفت 1 5. انا عايز فاليو يعني واي. روح قول لي بقى 10 واي يساوي 33. 33 ايه يا مستر ده؟ ايه ده؟ ده انا اقفل الامتحان بقى، ده انا كده اقفله. لا يا عم مش قوي كده. يلا دي ايه دي يا مستر؟ لا دي سهله، دي قال لك ارثماتيك، بس قال لك خلي بالك انا عايز الاكس. في معلومه خطيره لازم تكون عارفها، ان ده ماينس ده يساوي ده ماينس ده. يعني ايه؟ يعني اكس ماينس 29 يساوي 95 ماينس 3 اكس. عايز بقى الاكس. شيفت كالك يا ريس. كتب ازاي دي؟ تعالى اقول لك. هكتب الاكس الفا قوسيمين ماينس 29. عايز اكتب الايكوال دي يا شباب. الايكوال كتب ازاي يا مستر؟ الفا كالك. الفا ايه؟ الفا كالك. يبقى الفا كالك. عايز اكتب 95 عادي جدا ماينس 3 اكس. باشا 3 اكس دي معناها 3 اكس عادي، او 3 تايمز اكس عادي. ماشي، ما تعملهاليش 3 بلس. طيب اعمل ايه بقى؟ وصلنا لهنا، اوعى تدوس ايكوال. صور دي، اوعى تدوس ايكوال. اعمل ايه بقى؟ شيفت كالك. يبقى شيفت كالك. تمام تمام. مستر طلعت بصفر يا حبيب قلبي. اصبر اصبر، دوس ايكوال كده. 31 يلا بينا. اهي دي اللي هي 31 اهي. دي 31 اهي باينه لك وظاهره والدنيا حلوه. طب يلا. if we put 12 مين؟ 12 مين ده؟ خلي بالك يعني ايه مين؟ تعالى اشرحها لك. عندي محمد واحمد. 12 مين دي؟ يعني اللي بينهم. يعني محمد ده طلع الاول على الفصل يا جدعان، وفي ما بينهم 12 طالب. مش هو قال لك قال لك كام واحد؟ ويبوت 12 مين؟ 12 طالب اهو. 12 طالب. لو محمد الاولاني يبقى احمد الكام؟ بص 12 طالب ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عد بقى كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يعني احمد ده ال 14 على الفصل. تخيل كده انت قاعد دلوقتي بيني وبينك 10 طلاب. يا عم انا هنا اهو وانت هناك اهو، بيني وبينك 10 طلاب. يعني انا الاولاني ما بيني وبينك 10 يبقى في 10. يبقى انا الاولاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى 11. وانت بقى الايه؟ ال 12. فالمين ده شباب؟ المين يعرفوا بقى ان ده كده اللي هو اخر واحد، ده اخر واحد بيبقى العدد ده زائد 2. يعني ايه؟ يعني ال 51 دي يا شباب هي تي 14. 51 دي مالها؟ دي تي 14. طب دي ارثماتيك؟ ارثماتيك. امسح مود ستات 2 ارثماتيك. حضرتك عندك التي 1 بكام؟ التي 1 وعندك التي 14. التي 1 بكام يا رجاله؟ بنيجاتيف 14. طب التي 14 بكام يا شباب؟ 51. ليه يا مستر التي 14؟ قلت لك تاني، احمد ومحمد بينهم 5 طلاب، فاحمد الاولاني محمد السابع عشان بينهم 5 طلاب. بينهم دي يعني ايه؟ يعني مين يا حبيب قلبي؟ طيب دوسنا اي سي، دوسنا شيفت 1 5. رحت انا قايل ستوب بقى. انا عايز ايه؟ انا عايز فاليو صح؟ انا عايز فاليو دلوقتي. سابع واحد انا عايز الفاليو بتاعه. هل سابع واحد ده تي 7؟ لا. اعرفها بقى، اعرفها. سابع مين يا شباب؟ سابع من اللي بينهم. ما انت في محمد مش حاسبه، في الاولاني مش حاسبه. يبقى سابع مين؟ هو تي 8. طب عاشر مين؟ تي 11. ال100 مين؟ تي 101. اوكي يبقى تي 8. يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز فاليو يبقى 5. وهنا تحط لي 8.
يبقى ايه؟ يبقى يساوي بكام؟ ب 21. ايه الشياكه والجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ طب تعالى بقى جيومتريك يا ريس. ايه؟ جيومتريك. ماشي جيومتريك. يعني ايه جيومتريك؟ يعني ولا يهزنا يا باشا. مودستات 6. مودستات 6. الجيومتريك مودستات 6. اوكي. 1 2 3. 1 2 3. طلعنا فوق. كتبنا 2 4 3. كتبنا 81. كتبنا 27. تيك اي سي شيفت 1 5. انا طالب من حضرتك ايه؟ نمبر اوف تيرمز، يعني عايز الان فتجيب لي اللاست. تجيب لي ايه؟ اللاست. تقريبا دي 1 على 9. تجيب لي ايه؟ اللاست. يعني انا عايز الان. عايز الان يا مستر، يعني اكسايه يا ريس. وهنا تعمل ايه؟ 1 تك تك ايكوال. طلع لك 8. مستر معلش، هي 1 على دي 1 على 9. 1 على 9 دي تتكتب ازاي؟ 1 تدوس فراكشن 9 هيطلع لك المنظر ده. قشطه قشطه. نمبر اوف تيرمز يعني عايز الان. عايز الان يعني ايه؟ يعني انا هتكلم على الاكس. قشطه. يلا جيومتريك عايز الاوردر. اوردر يعني برضو عايز الان. خلي بالك خلي بالك بيصيع علينا ياما. طب يلا مود ستات 6. 1 2 3. 1 2 3. الاولاني 1 اوفر 8. الثاني 1 اوفر 4. الثالث 1 اوفر 2. الرابع واحد ملوش لازمه بقى، فاكس بقى فكك. عايز الان اللي هو اي سي شيفت 1 5. انا عايز الان صح اللي هو ايه؟ 1024 اللي هي 1024 اللي هي 1024. فادوس 4 واكتب 1024. دوس ايكوال وغمض عينيك. غمض عينيك يا باشا. طلعت ب 14 يا ريس صح ولا ايه؟ 14 اهي. غمض عينيك وانا مشتاق لك. ايه ده؟ خلصنا كده. خلصنا كده يا معلم السيكونس. اوكي. تعالى لي بقى يا ريس. خلصت كده السيكونس. فاضل لي بقى الجزئيه بتاعت ايه؟ حاجات كده. يا اما هتعمل لي المنظر ده، يا اما هتعمل لي المنظر ده، يا اما هتعمل لي المنظر ده. طالب منك خدمه يا مستر. ده كده اللي هي العلامه بتاعت الكرسي دي، هي علامه تعجب. يعني مثلا 5 فهي بتبقى 5 تعجب. ماشي. طب هنا البي دي كتب ازاي؟ شيفت. شيفت ايه بقى؟ دي او دي بتكتب شيفت، بس البي شيفت تايمز، انما السي شيفت ديفايدد. ده اللي انا طالبه منك. تعالى بقى نشوف الكلام ده بيقول ايه. قال لك 1 على 5. ايه 1 على 5 دي؟ لا ده كرسي 5. كرسي 5 بس قبل ما تنسى راستر. راستر الاله. يلا بينا راستر. انت مش كل سؤال تراستر، ما تقلقش مش كل سؤال هتراستر. بس انا ايه اكني لسه على الصفر اهو. مش عايز مش هراستر. يلا حل يا باشا. 1 على 1 على ايه؟ انت في الامتحان لقيتها معلقه معاك الاله حاسبه راسترها. ماشي. 1 على ال5 بس في كرسي ف5. العلامه بتاعتها في زرار عندك عامل كده اكس ونيجاتيف 1 فوقيه اكس علامه تعجب. هو ده. اكتبه ازاي بقى؟ شيفت الزرار اللي هو ده. الزرار اللي هو اللي تحت المود ده. شايفينه اللي هو تحت المود؟ امسك الاله الحاسبه بتاعتك تحت المود في الزرار ده. شيفت تك بدوس على الزرار ده. اوكي. يبقى 1 على 5 كده اهو ظهر لك اهو بلس 1 على 6 فاكتوريال. كل ده ايه؟ بلس الاكت كله ده يساوي خلي بالك. يبقى الفا كالك كل ده يساوي. خلي بالك يساوي ايه بقى؟ فوق في اكس على فاكتوريال 7 شيفت كالك ايكوال 49. يا عيني على الحلاوه والجمال. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. ايه ده الشقاوه دي؟ يلا اللي بعده. هنا يا مستر اعمل ايه؟ باشا ولا اي حاجه ولا اي حاجه. حط الان باي رقم. اكتب عندك حط الان باي رقم. مثلا بكام يعني يا مستر؟ يا عم ب6. يلا الان ب6. الان ب6. الان ب6. يلا بينا. يبقى 6 تايمز فاكتوريال 6 بلس فاكتوريال 6 بكام؟ ب 50 40. ده كده لو انا عوضت بالست هنا اهو. كل ده يساوي فاكتوريال كام؟ ما اعرفش. هروح مجرب. هقول ان المكان ده فيه ان فهعمل فاكتوريال 6. هل طلع لي؟ لا. هروح عامل اللي بعدها اللي هي ايه؟ ان بلس 1. يعني ان بلس 1 يعني 6 بلس 1 ب 7. يبقى فاكتوريال 7. طلع لي اوبا. يبقى اختار دي.
يبقى انت هتعمل ايه؟ بتجرب حط الان باي رقم، يطلع لك مثلا 6. شفت ده كده، تروح حاطط لي الان برضو ايه؟ ب 6 وتشتغل 6 بلس 1 ب 7، فتروح حاطط لي السبعه هنا وتعالى لي هنا. بس طبعا قال لك ان بي 3 ان بي ان ماينس 3 سوري ان بي 5 بي ان ماينس 3 يساوي فاكتوريال 5. اول حاجه هتعملها، اول حاجه هجيب فاكتوريال 5 ده بكام؟ اول حاجه فاعمل 5 فاكتوريال يطلع لي 120، يعني فاكتوريال 5 ده ايه؟ 120. اوكي. قال لك بقى 5 بي كام يديني 120؟ فانا مش عارف، فهجرب اول حاجه الخمسه. 5 مكان الايه؟ الان، فهعمل كده اهو 5. بكتب البي ازاي يا حضرات؟ ايوه شيفت تايمز، يبقى شيفت تايمز. كتبنا البي اهي ظهرت اهي. اقول اول حاجه ان ده الان بخمسه، يعني 5 ماينس 3 117. طبعا غلط. ماشي طيب 5 8. باشا هعمل ايه؟ هقول ال 8 دي، لا بص تعمل ايه بقى؟ 8 ماينس 3 بكام؟ ب 5، يعني 5 ب 5 طلعت 120. هل اختارها؟ لا اصبر، ما في واحده 7 اور 8. اصبر. هو لو عطت بال 7 هنا يا شباب، 7 ماينس 3 بكام؟ ب 4. يعني تعمل ايه؟ يعني تعمل 4 يساوي 120. الله، يعني ده صح وده صح، يبقى الاجابه دي. بالله عليك ما تعملش اللي جايه دي، خطا شائع. هي ال n ماينس 3 اللي هي ايه؟ بتعملي ان ماينس 3 مثلا 7 ماينس 3. بص غلط. بص غلط ليه؟ عشان هو بيشتغلها ازاي؟ بيشتغلها 5 بي 3 ثم يعملها لك ماينس 3. فبالله عليك اعملها لي على جنب. ان ماينس 3 8 ماينس 3 ب 5، اعمل لي 5 بي 5. قشطه. اللي بعده تعالى على السيهات. قال لي سيادتك الان مستار، انا قال لك الان جربها لي، فانا هروح اعمل ايه؟ هجرب الانات يا عم بكل بساطه وكل ايه بتاع. هجرب الان بسبعه مثلا، يلا بينا. يبقى 7 سي اللي هي شيفت ديفايدد 5 على الدوت دي، يعني على 7 سي كام يا ريس؟ 4. طلعت لي بكام؟ ب 3 على 5. لا غلط، هشيل ال 7 واخليها 90. 3 اوبا على الحلاوه، يبقى هي ايه؟ 90. يبقى انا بتعمل ايه؟ بجرب الاختيارات واللي تطلع لي 3 على 1 اللي هي ب 3. 3 على 1 اللي هي ب 3 يا شباب. طيب يلا. ان سي 3 بكام مستر؟ حط لي الان باي رقم. يعني ايه يا مستر؟ يعني تجي لي على جنب وتقول لي 3 سي 3 بكام؟ بواحد. لا. هخليها 4. لا. 5. حلو قوي، يبقى الان بخمسه. فاكتوريال بقى الان، فاكتوريال بقى الخمسه بكام؟ جرب اعمل لي فاكتوريال 5. هوبا 120. يا سلام سلم، يا سلام سلم على الحلاوه والجمال، يا سلام على الرواقه يا جماله. اللي بعده 3 ان ماينس 7 ب 120. باشا واحده، هو فاكتوريال كام يديني 120؟ ما اعرفش. هروح مجرب 3 فاكتوريال بكام؟ ب 6. 4 فاكتوريال بكام؟ ب 24. 5 فاكتوريال بكام؟ ب 120. يعني اللي جوه ده بكام يا شباب؟ ب 100 ب 5. 3 ان ماينس 7 ب 5. يبقى 3 ان ماينس 7 ب 5. طب مستر انا عايز الان. تعالى يا ريس اقول لك تجيب الان ازاي. الان ده يا شباب هعبر عنها باكس، يعني 3 الفا كوسيمين ماينس 7 يساوي 5. شيفت كالكي ايكوال، يبقى الاكس ب 4 اللي هي الان ب 4. يعني هنا يا شباب الان بكام؟ ب 4. ان ماينس 1 4 ماينس 1 ب 3. يعني انا عايز ايه؟ عايز 4 سي 3. يلا بينا يلا. يبقى 4 سي 3 بكام؟ ب 4. هل الكلام ده صعب؟ الكلام ده جميل. تاني دي فاكتوريال ايه يديني 120؟ جربنا طلع ان فاكتوريال 5 ب 120، يعني اللي جوه ده ب5. اوعى تقول لي ب 120 ها، اوعى تقول لي. طيب يلا. حضرتك بيقول لك ايه بقى؟ 20 سي حاجه ما اعرفهاش يساوي 20 سي حاجه ما اعرفهاش. اولا هنروح مجربين الاختيارات، هجرب على واحد بس بالله عليك تجرب على جنب، بمعنى تقول لي 2 تايمز 1 بلس 2، 2 تايمز 1 بلس 2، 2 تايمز 1 ب 2، 2 بلس 2 4. يعني كده هنا في 4 وهنا في 2. فهروح قايل ايه؟ 20 سي 4 ب 4 8 4 5. اشيل ال 4 واخليها 2. هل يساوي بعض؟ لا. يبقى ال 1 دي غلط. طب هروح مجرب ال 2 اللي هي 2 تايمز 2 بلس 2، وهنا هحط 2. هنا طبعا كانت 1 ها، كانت 1 هنا كانت غلط برضه. طب عملت ايه؟ 2
2 تايمز 2 4 يعني 6. هجرب هنا 6 واجرب هنا 2 يبقى 20 سي 2 طبعا خلاص بره و6 لا يساوي بعض يبقى ده برضو ايه غلط. هروح مجرب الست ازاي؟ هتقول لي 2 ار بلس 2 يعني 2 تايمز 6 بلس 2 اللي هي ب 14 واحط هنا ايه الست فتيجي على جنب 20 سي 14 ب 3 8 67 3 8 67. طب 20 سي 6 ب 3 8 67 يبقى يا معلم الاختيار هو ايه؟ هو 6. يا سلام على الحب. يا اوبا دخلنا في الديفرنشيشن. تعالى بقى يا ريس بسم الله. الديفرنشيشن حضرتك في الديفرنشيشن ده ليه 3 مسميات. الديفرنشيشن اهو ليه 3 مسميات. يا اما يقول لك عايز سلوب ريت اوف تشينج عايز الدي واي باي دي اكس او ايه او واي داش. يا ده يا ده يا ده. طب بحسبه ازاي؟ باجي عند هنا راح فين؟ تعالى لي هنا اهو في زرار عامل كده. عارفه ده مش هندوس عليه. امال هنعمل ايه؟ شيفت الزرار ده. شيفت الزرار ده طلع لي بالمنظر ده اللي هو عامل ازاي؟ دي باي دي اكس كوس كده اهو ات اكس ايكوال حاجه مش عارفها. قشطه. ظهر لك الزرار ده شفته دوسنا عليه شيفت ده اهو شيفت ده ماشي. عندك ده مش ده اللي انا هعمله لا 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 هو شيفت بتاعه بقى يبقى شيفت ايه بتاعه ظهر لك اعتقد. طيب اكتب لي بقى دي يا معلم زي ما هي كده يلا يبقى روت اكس ماينس 2 لما الاكس تبقى بكام؟ ب 3 تيك طلع لي ب 0.5 اللي هي نص. ايه ده؟ خلصت اللي بعده. ديفرنشيشن عرفت منين يا مستر باشا؟ قال لك ليميت اتش للزيرو مش عارف ايه والكلام ده. ايه دي يا ريس؟ مستر انا هدوس برضه شيفت الزرار المايع انا ما اعرفش غيره النهارده. جميل. هتكتب ايه؟ اكتب المعادله اكس باور 3 بلس 4x ماينس 5. تمام ات اكس ايكوال كام بقى؟ بالدماغ. دي للاسف بالدماغ. تركز في حاجتين. هي تحت اتش ولا 4 اتش؟ لا دي 4 اتش يبقى تحت بره كده تحط 1 اوفر 4. خلي بالك منها وركز بالله عليك. دي اول حاجه. تاني حاجه مش دي 2 بلس اتش و2 يعني الاكس بكام؟ يعني الاكس ب 2. مش هو 2 وزاد 2 وشويه مش ده اكس واحد؟ وده اكس واحد زائد المعدل اللي هو الفرق ده اللي هو ايه؟ يبقى الاكس هنا ب 2. طب لو كان ب 3 يبقى الاكس ب 3. طب لو 4 يبقى الاكس ب 4 وهكذا. طب جميل قوي. يبقى احط اكس بكام؟ ب 2. طلع لي ب 16. ركز. هل اختار 16؟ لا. ليه؟ عشان في 4 تحت يا معلم. القانون اللي انت بتعوض فيه تحت فيه اتش مفيش فيه رقم. طب هنا كان في مثلا 3 يبقى 1 على 3 في 2 1 على 2 وهكذا. فتعمل 16 تايمز 1 على 4 او 16 على 4 تطلع لك ب 4. يبقى الاجابه هي ايه؟ هي 4. طب يلا. سلوب مستر سلوب يعني برضو ايه؟ نفس الديفرنشيشن. هعمل براكت 2x minus 5 اقفل براكت باور 3 at x equal 3 equal 6. الاجابه ب 6. هي فين؟ هي 6 مش 5 6. ماشي يبقى 2x minus 5 باور 3 at x equal 3 الاجابه ب 6. حلو. اللي بعد قال لحضرتك حلو بقى السؤال ده تشين رول. عايز تحله حله. عايز تعمله زي ما انا هعمله كده بالاله الحاسبه. تعالى اقول لك اول حاجه هتعملها ايه. اول حاجه انا عايز دي واي باي دي اكس صح ولا ايه؟ صح. يعني تشيل الزد دي بص وادخل مكانها كل الكلام ده. يعني ايه؟ يعني الواي تطلع لي بكده. انا مش هعمل اي حاجه يا جدعان. باور 3 باور 3 هي بس هنا اكتب ايه؟ اكس باور 2 ماينس 3 بس. ما عملتش حاجه ما شغلتش دماغي حتى. شلت الزد حطيت ده والباور 3 فوق زي ما هو. فرحت عامل ايه؟ شيفت زرار ادي براكت اكس باور 2 ماينس 3 قفلت البراكت عملت باور 3 ات اكس ايكوال كام عايز؟ ات اكس ايكوال 2 ايكوال 12. بس يبقى انت هنا في التشين رول بشيل الزد واحط المنظر بتاعه اللي ليه علاقه بالاكس اللي هو اهو زد ايكوال كذا. رحت شايل ده كده بيك بقت المنظر ده 3 الزد بقت اكس باور 2 ماينس 3. عملتها ات اكس ايكوال 2 عوضت شكرا. هل السؤال صعب؟ لا. لو عايز تحله بالطريقه العاديه ربك المعين. مستر انتجريشن. تعالى لي بقى احفظ الجمله دي وتبقى عندك. انتجريشن يا ريس بعمل ايه؟ بعوض فيها عادي. بقول مثلا الاكس ايكوال 2 مثلا عادي ماشي.
وعوض في الديفرنشيشن في الاختيارات. لا مش فاهم. باشا شايف دي؟ اكتبها لي عادي. يعني ايه عادي؟ يعني دي كده اكتبها لي عادي خالص، عادي خالص. ازاي؟ هتقول لي هقعد مثلا ات اكس ايكوال تو مثلا، وانت حر عايز تعوض زي ما انت عايز تعوض براحتك. ات اكس ايكوال تو يبقى 2 تايمز 2 بلس 3 تايمز 2 باور نيجاتيف 2، كل ده يساوي 4.75. يبقى عوضت عادي. يعني ايه عادي؟ يعني في ده من غير اي انتجريشن، من غير اي ديفرنشيشن، بعوض عادي، طلع لي ب 4.75. ماشي ماشي. طب هنا يا جدعان في الاختيارات بقى دول، لا ما تعوضش عادي. امال عوض ايه؟ عوض في الديفرنشيشن. يعني ايه؟ يعني دوس اي سي كده اهو، ودوس شيفت الزرار ده وعوض. اعوض بقى ازاي بقى؟ 2x minus 3 at x equal to، طلع لي ب 2. لا غلط. هشوف اللي بعدها الثانيه دي اللي هي half x power 2 minus x power negative 1، طلع لي 2 وربع. غلط. فهعمل ايه؟ هشوف اللي بعدها x power 2 minus 2x at x equal to، طلع لي ب 2 برضه غلط. هشوف اللي بعدها x power 2 minus 3x نيجاتيف 1، طلع لي 4.75. رحت مختار دي. يبقى تاني حضرتك هنا بتعوض عادي، هنا بعوض في الديفرنشيشن. مستر واحده ثانيه تعالى لي. ايه ده الحلاوه دي؟ ايه ده؟ عوض عادي بالاكس يساوي 2 مثلا. يعني اعمل ايه؟ دوس عادي كده واعمل لي فوق. لا انا عايز اعوض عادي بقى. يلا يبقى 2 باور 2 بلس 5 تايمز 2 بلس 6. طب وتحت يا مستر؟ اعمل لي 2 بلس 2، طلع عليه ب5. يعني ده كده العادي بتاعه ب5. هنا بقى هعوض في الديفرنشيشن. هعوض فين؟ في الديفرنشيشن. فهختار يا معلم ادي واحده اهو. يلا ديفرنشيشن. هعوض مثلا في دي منظرها كده مخيف، فهعمل هاف تايمز الاكس باور 3. كمل بقى لسه راحت فين؟ بلس 3 اكس يساوي ايه؟ قال لك الاكس ب 3 يساوي رقم كبير قوي، فغلط. اللي بعده هعمل مثلا بي. يلا بينا على بي. اكس باور 2. فين اكس باور 2؟ الفا باور 2 بلس 3 اكس ات اكس ايكوال 2، طلعت بكام؟ ب7. لا غلط. هروح مجرب. تعال نجرب مثلا دي. يلا هاف اكس باور 2 اكس ايكوال 2. غلط، طلعت ب5. طب هعمل ايه يا مستر؟ اكس بلس 3 اكس بلس 3. بص دي 2 اكس باور 2 بلس 3 اكس ايكوال 5. دي هاف. دي خلي بالك، دي هاف دي هاف دي هاف دي هاف. دي مش بتاع ايكوال دي. يعني دي يا مستر دي في التعديل دي هاف، ودي باور 2. خلي بالك تعديلها اهو، تعديلها اهو. يبقى تاني يا مستر، تاني يا باشا. دي كانت كده ها مكتوبه بالليست، هنكتبها لك بالليست عشان ما تتلخبطش. دي في التشوز. مش عارف ايه الامتحان اللي جاي فيه تعديلات ياما ده. امتحان خلي بالك قديمه، امتحان قديم، امتحان قديم. طيب هنا هاف اكس باور 2 بلس 3 اكس، فهعمل ايه؟ انا طالب 5، رحت رايح شيفت كذا، عملت هاف اكس باور 2 بلس 3 اكس ات اكس ايكوال كام؟ 2. طلع لي برده بكام؟ ب5. يبقى هي الاجابه دي. ماشي ما تقلقش، امتحانك مش هيبقى فيه تعديلات، ما تقلقش، لا تقلق صديقي العزيز. ايه ده؟ هنا باي باي ادبي. حلت لك كام سؤال؟ 28 سؤال. هو الامتحان بتاعك كام سؤال؟ كام سؤال؟ 7 و7 و3، بتتكلم في حاجه و20 سؤال. يعني انا كده ضمنت لك باذن الله الامتحان. فاضل لك 2 مقالي. في المقالي عايز بقى تحلهم بالاله الحاسبه، تحلهم وتكتب لي الحاجات اللي انت فاهمها، تمام؟ وعايز تكتب الحل الطبيعي بتاعك والناتج النهائي بالاله الحاسبه برضه، تمام؟ ماشي، يعني تطمن بالاله الحاسبه. عندك سؤالين برضه ايه المقالي. ايه تاني ممكن يجي لك ما تحلوش بالاله؟ مفيش. فلو انت مذاكر الكلام ده وبيني وبينك يعني مذاكر ومسيستم دنيتك، حضرتك يعني باذن الله ضمنت درجه حلوه. بس ايه؟ تبقى حافظ الكلام اللي انا قلته لك،
واحد بقى يجي لي بقى شاب بقى روش اللي هم اللي بيعملوا بقى بلو كات ولا اللي بيعملوا باس كات ولا اللي بيعملوا مش عارف مولت، يقول لي ايه مستر ما انا اذاكر اسهل. يا عم ما تذاكر، ما تذاكر، ما هو اقول لك مستر ايه ده وانا هحفظ دول، طب ما اذاكر اسهل، ما يمشي بقى كده بقى. اصلا لسه جاي من حلاق مدرج وبتاع ومولت، عامل مولت مودرن باس كات مش عارف مستر ما اذاكر اسهل ها 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 ها. طب ما تذاكر اسهل، ما تذاكر اسهل، طب ما صح ما تذاكر اسهل. ماشي. فده طالب ادبي، هروح بقى باي باي وتعالى نكمل انا وطالب علمي بقى فين في الحاجات اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي. قبل ما تمشي يا طالب ادبي بص احنا داخلين في ايه بقى، كتان وتان وحركات، فروح وادعي ان انت مش عليك الحاجات دي، ويلا بقى نكمل يا طالب ادبي، بس ناخد بقى بريك 5 دقايق كده. يلا يا جماعه طلاب علمي، حضرتك قبل ما نبدا كده ونشتغل فانت كوزاين وساين وتان والكلام ده لازم نحول الآلة نظام الراديان. ازاي يا مستر؟ شيفت مود 4 راد، يبقى شيفت مود راد كده انت في الراديان. ليه؟ عشان نعرف نشتغل في الحاجات دي. طيب مستر انا عايز ايه الديفرنشيشن؟ يعني عايز من سيادتك شيفت زرار الديفرنشيشن 3 اكس باور كام؟ باور 5 دي ولا 5 بلس 4. هو الكوتان ده يا جماعه 1 على تان. يعني ايه؟ يعني 4 على تان بقى. فين التان؟ اهي تان اكس، قفلنا البراكت. هنعوض الاكس بكام؟ انت وقتها مش بتعوض عن 30 و40 و60، بتعوض عن الاكس. طالما بالراديان فبعوض عن الاكس برقم مثلا 2 مثلا فهقول هنا ب 2 فيساوي كام؟ يساوي 2 3 5. ايه يا مستر الرقم الفظيع ده؟ حضرتك 2 3 5 دي انا بقى هعمل ايه بقى؟ هروح معوض واجرب التعويضه دي هنا. اشيل الاكس واحط كام؟ واحط 2 واشوف بقى. تعالى لي يلا. يبقى 15 تايمز 2 باور 4 ماينس 4. الكوسيك يا شباب اللي هو ايه؟ على ايوه ساين، يبقى 4 ساين 2 باور 2 يطلع لي برضه ب 2 3 5 وشويه. ايه ده؟ خلصت. ايه يا مستر الحلاوه دي؟ خلصتها؟ خلصتها. ماشي. اللي بعد هنا يا شباب قال لك 2 كوزاين باي على 2 ماينس اكس ماينس باور 2 طبعا ماينس 1. باشا الاكس دي برضو ايه؟ هروح بعوض عنها. هعوض عنها بكام مثلا؟ طالما سكه الباي فبختار باي برضو شبهها اللي هو ايه؟ باي على 2 فعايز حاجه اقل منها باي على 3 فهروح ايه؟ 2 كوزاين. ماشي. 2 كوزاين باي على 2 باي اوفر راحت فين؟ باي انا كده بره باي الاله. ايوه باي اوفر 2 ماينس باي اوفر 3 كل ده باور 2 ماينس 1 يطلع لي بكام؟ بنص. يعني ده كده بهاف. عايز اشوف مين فيهم هيطلع لي بنص بقى. رحت ماسح كل الكلام ده كله، رحت قايل لي بقى نيجاتيف كوزاين 2 اكس. ما هي الاكس؟ باي على 3 نص ايكوال هاف. يبقى الاجابه ايه؟ اول واحده. ماشي امسح يا معلم عشان اللي بعده. حضرتك دي انتجريشن. بص بقى بعوض هنا عادي. يعني ايه بعوض هنا عادي؟ اقول الاكس مثلا ب 2. ماشي. طب وهنا بعوض فين؟ في الديفرنشيشن. قشطه. يبقى اول حاجه هعوض عادي اللي هو ساين 2 بلس كوزاين 2 طلع لي ب 0.49 وشويه. هنا بعوض ايه؟ عادي. فنجرب مثلا اول واحد هقول كوزاين 2 بلس لا دي ماينس ساين 2 اكس ايكوال 2. طبعا انت عندك هنا اكساتها خلي بالك اوعى تنسى الفا اكس. اوعى تنسى. طلع لي بنيجاتيف. لا يا مستر يبقى هعمل ايه؟ شيفت كذا. هعمل نيجاتيف كوزاين اكس عادي جدا اكس بلس هنا في البراكت بلس ساين اكس في البراكت حط لي الاكس يا مستر ب 2 طلع لك نيجاتيف 0.4 وشويه. يبقى هي ايه؟ هي بي. امسح يا ريس وتعالى على اللي بعده. مستر قال لك اكس از اكيوت انجل تان 3 اوفر 4. يبقى شيفت تان جبنا دي. يبقى شيفت تان 3 اوفر 4 يا ريس. طلعت لي بالمنظر اللي انت شايفه ده. تمام. هنا انت عايز بقى زن، عايز الكلام ده مستر ولا اي حاجه. هعمل 1 بلس كوزاين 2 تايمز الانسر. ما انت سجلت خلاص ان ده انسر. بقى 1 ماينس كوزاين 2 تايمز الانسر واقفل البراكت. طلع لي ب 16 على 9. 16 على 9 سهله. هو سجلها وبيشتغل مع نفسه. حضرتك هنا انا طالب منك ايه؟ طالب منك خلي بالك مكتوب هنا
على جنب هنا ده يساوي كوزاين اكس وعايز ساين اكس. اوكي حضرتك هكتب ساين اكس، انا مش عارف اكس بكام، في كوزاين 30 ماينس كوزاين 30 في ساين 30 كوزاين سوري اكس في ساين 30. كل ده بكام يا شباب؟ كل ده ب كوزاين اكس قلنا. شيفت كالك دوسنا ايكوال، راحت فين؟ راحت فين؟ شيفت كالك راحت فين؟ ايوه يساوي كوزاين اكس شيفت كالك ايكوال، طلعت ب 3 وشويه. ده عشان راديان. ليه يا مستر شراديان؟ عشان في 30 ديجري. ايه ده 30 ديجري؟ ديجري ديجري. يعني ايه ديجري؟ يعني يا معلم لازم اقول شيفت مود واروح احولها لديجري. واعمل ايه؟ وتروح سيادتك تعمل لي ساين اكس في كوزاين 30 ماينس كوزاين اكس في ايه؟ في ساين 30. كل ده يساوي كوزاين اكس. شيفت كالك دوسنا ايكوال، بسم الله الرحمن الرحيم، طلع لي الاكس بكام؟ مش بصفر يا رجاله، ب 60 اهو، ب 60 اهو اهو اهو. يا رب اكتب ينفع يتكتب اهو 60. يبقى عايز ايه بقى؟ انا عايز ساين اكس، ساين 60 بروت 3 على الاثنين. حضرتك قال لك ساين تو اكس مستر، ده في الديجري برضه، في الديجري برضه يا شباب. فقول مثلا الاكس مثلا ب 30 مثلا فتعمل لي ساين 2 تايمز 30 يعني 60 ساين 60 على 1 بلس كوزاين 2 اكس برضه اللي هي 60. قفلنا البراكت دوسنا ايكوال. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، اعمل لي الايكوال تك. روت 3 على 3، مين فيهم يا جماعه يعمل لي روت 3 على 3؟ تان 30 روت 3 على 3. ليه؟ قلت لك الاكس ب 30، عوضت هنا ب 30 طلع لي روت 3 على 3. مين فيهم يطلع لي روت 3 على 3؟ هي تان الايه؟ تان ال 30. كده يا شباب حضرتك خلصنا ايه؟ خلصنا يا معلم فيديو الآلة الحاسبة. طبعا طالب علمي انت شحططت معايا في الفيديو في اخر 3 4 مسائل دول، بس فيهم واحده انتجريشن، فيهم واحده ديفرنشيشن، فيهم واحده دبل انجل، فيهم واحده ديفرنسال انجل، فيهم واحده الهايت والكلام ده كله. فالموضوع بالنسبه لك ايه؟ جميل قوي. ويقول لك فين الاكس؟ عايز الاكس، طب ده يساوي ايه؟ طب الديفرنشيشن انتجريشن، عشان هو اصلا الكالكولس بالنسبه لك هيجي لك 4 اسئله تريج، هم ان شاء الله دول يعني ساين وكوزاين وهكذا، وسؤالين كالكولس، واحد مثلا انتجريشن او واحد ديفرنشيشن او واحد وواحد. فكده ان شاء الله اتمنى نكون فنشنا الحلقه او الحصه او السيشن او الفيديو بتاع الاله الحاسبه. اشوفك دايما على خير. طالب سينيور 2 الشعبه العلميه والشعبه الادبيه. يلا سلام.